حبايب الحلوين، كان يا مكان في سالف الأزمان في بلد من البلاد كان فيه راجل صياد. كان في كل طلعة نهار يروح البحر يرمي شبكته، يطلع له بخته سمك كتير، وإن بخته اداله كان الصياد يحط السمك في شواله، ياكل منه قد ما ياكل ويبيع منه قد ما يبيع. وبعد ما يروح عشته كان يأكل بقرته وحمارته ويفرش فرشته ويقفل باب عشته وينام. كان الصياد بيعمل كده طول الأيام. في مرة من ذات المرات الراجل الصياد قعد طول النهار يرمي شبكته، بس المرة دي ما طلعش بخته. يرمي الشبكة هناك يرمي الشبكة هنا، رزقه ما طلعلوش. معلش، الرازق ربنا. الراجل الصياد لم الشبكة وشالها على كتفه ومشي وهو زعلان. وهو ماشي الراجل الصياد شاف شيخ عجوز قاعد فوق حجرة تحت شجرة. الراجل العجوز قال له: ايه مالك زعلان كده ليه؟ الصياد قال له: ما زعلش ازاي، ده انا طول النهار في البحر رايح جاي، رميت شبكتي ما طلعليش بختي، وانا مش عارف دلوقتي اكل منين انا وحمارتي وبقرتي. الشيخ العجوز قال له: ما تزعلش، طول النهار بترمي الشبكة على بختك، ارجع وارميها مرة واحدة على بختي أنا، هديلك كل المال اللي في جيبي، واللي يطلع لك في الشبكة يبقى من نصيبي. وقف الصياد وقال: طب وافرض رميت شبكتي أم طلع بختك زي بختي؟ ضحك الشيخ العجوز وقال له: ما يهمكش، لو رميت شبكتك وطلع بختي زي بختك يبقى مالي حلال عليك، تاخده وتمشي تاكل وتجيب أكل حمارتك وبقرتك. والشيخ العجوز ادى الراجل الصياد كل المال اللي في جيبه. الراجل الصياد راح يرمي شبكته على بخته، بخت الشيخ العجوز. الشيخ العجوز اداله كل المال اللي في جيبه، واللي يطلع في الشبكة يبقى من نصيبه. والراجل الصياد ساب الشيخ العجوز فوق الحجرة تحت الشجرة ورجع البحر من تاني، فرد الشبكة وحدف الشبكة وشد الشبكة. والراجل الصياد بص في الشبكة وهي تحت رجليه، قام شاف جوه الشبكة ايه؟ شاف قدرة مقفولة وغطاها حديد، قدرة قديمة. ولما جه يشيلها، ياه دي تقيلة، يا ترى القدرة دي كانت في البحر من كام ألف ليلة وليلة. والراجل الصياد بص بعينيه حواليه وسأل نفسه: يا ترى القدرة دي فيها ايه؟ مليانة ايه؟ مليانة فضة ولا مليانة ذهب؟ والراجل الصياد يسأل نفسه: طيب افتح القدرة دلوقتي ولا افتحها بعدين؟ افتح القدرة دي هنا ولا افتحها فين؟ والراجل الصياد بص يمين وشمال وقال: الشيخ العجوز اداني كل المال اللي في جيبه، والقدرة دي من نصيبه، لكن من نصيبه ده ايه؟ الشيخ العجوز اداني ماله، انما برضو القدرة مش هديها له. اديها له ده ايه؟ حد عارف فيها ايه؟ والراجل الصياد فكر التفكير ودبر التدبير، خبى القدرة في شواله وراح للشيخ العجوز. كان الشيخ العجوز قاعد لسه فوق الحجرة تحت الشجرة، ومن قبل العجوز ما يسأل الراجل الصياد قال له: معلش يا عمي، راح عليك المال، اديتني المال اللي في جيبك وقلت اللي يطلع يبقى من نصيبك، بس لما رميت شبكتي بختك طلع زي بختي، تصدقني يا عمي ولا ما تصدقنيش؟ الشيخ العجوز قال له: وما صدقكش ليه؟ وصدقك على ايه؟ نهاية الكلام، انا استأمنتك والسلام. روح يا ابني اكل حمارتك وبقرتك وافرش فرشتك واقفل عشتك ونام، انا استأمنتك والسلام. والراجل الصياد ما صدق يروح عشته. اول ما راح طلع القدرة من شواله والغطا الحديد شاله، ولما بص في القدرة، الله، دي القدرة ما فيهاش حاجة، ولا دهب فيها ولا فضة فيها، امال اللي فيها ايه؟
والقدرة مالها تقيلة ليه؟ الراجل الصياد هز القدرة، سمع اللي بيقوله من جواها: ايه بتهزني كده ليه؟ وجعتلي راسي، وجعتلي ايديا، استنى انا هطلع لك بعد شوية. والحقيقة الراجل الصياد سمع الكلام ده قلبه دق وخاف، ولما فاتوا الشوية الصغيرين طلع من القدرة دخان ألوان، ومن الدخان طلع راجل. المرة دي فرح الصياد، ياما الناس قالوا في الحواديت على الراجل اللي بيطلع من القدرة واللي يلاقيه يطلب منه، واللي يطلب منه الراجل اللي في القدرة يقول له شبيك لبيك، كل ما تطلب ملك ايديك. فرح الصياد وقال: اطلع يا راجل اطلع، تعالى يا راجل تعالى، عرفتك دهب ايه وفضة ايه، ده كل من كان في كل مكان وكل اوان بيدور عليك، انت اللي يطلبه منك، ومهما تطلب منك تقول لنا شبيك لبيك. الراجل من جوه الدخان الالوان قال للصياد: شبيك ايه ولبيك ايه، ده انا اللي بعد وبمشي امد واشد واكل وانام واهد، هعد 1 2 3 وهتشوف، ولما هتشوف هتموت من الخوف. والراجل من جوه الدخان عد 1 2 3 وقال: اديني عديت، ومشي يمد وقال: واديني مديت، لسه بقى هشد ديل حمارتك واكل لحم بقرتك وانام على فرشتك وهد عشتك. والراجل اللي من جوه الدخان الالوان عمل كل ده وساب الصياد ومشي وهو بيقول: انا اللي بعد وبمشي امد واشد واكل وانام واهد. مسكين الصياد مسكين، راحت عليه فرشته واتهدت عشته، وراحت عليه حمارته واتكلت بقرته. وده من ايه؟ من قلة امانته، واللي تقل امانته يا خسرته يا خسرته. نانا القطة نانا جت لعبت معانا، لفت قالت ايه؟ بحب الأمانة بحب الأمانة. نانا القطة نانا جت لعبت معانا، لفت قالت ايه؟ بحب الأمانة بحب الأمانة. نونا القطة نونا كانت ولا كنا؟ لأ هي بس كانت لونا تطولنا. نونا القطة نونا كانت ولا كنا؟ لأ هي بس كانت لونا تطولنا. الكبار قالولنا اطلع انزل اطلع، الكبار يقولوا نسمع، قالوا تحبوا ايه وقلنا بنحب الأمانة بنحب الأمانة. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.